في الفيديو ده انا هشرح لك ازاي تعمل اعلان ممول ناجح من اول مرة تدخل على مدير الاعلانات، خطوة بخطوة وبالتفصيل، وواجهة باللغة العربية زي ما الناس كلها طلبت. يا ريت تتابع معايا الفيديو ده للاخر. لو انت بتبيع منتج او بتقدم خدمة وعايز تعمل اعلان ممول ناجح بنفسك من اول مرة، تابعني في الفيديو ده وانا هشرح لك كل حاجة من داخل مدير الاعلانات، وهقول لك تختار ايه في الحملة الاعلانية بتاعتك في كل حاجة. تابعني في الفيديو ده وادعمني بلايك وكومنت لو انت استفدت من الفيديو بعد ما تخلصوا معايا، ولو انت عندك استفسار او سؤال اكتب لي في الكومنتات. يلا بينا عشان ما اطولش عليك في المقدمة، نبدأ على طول بالشرح العملي ونروح لشاشة اللابتوب او الجهاز بتاعنا. بعد ما دخلنا على اكونت الفيسبوك بتاعنا من المتصفح ومن خلاله دخلنا على مدير الاعلانات بتاع الفيسبوك، بنيجي هنا نختار الحساب الاعلاني بتاعنا وبعدين بنضغط هنا على انشاء عشان نكريت حملة جديدة. انا طبعا قصدت ان انا اشتغل بالواجهة العربية لان ناس كتير جدا طلبت كده. طيب بنختار هنا نوع الحملة بتاعتنا او هدف الحملة الاعلانية، بنختار هدف التفاعل وبنضغط على متابعة. هيجي لي هنا اختيارين، فبختار الاختيار الثاني اللي هو حملة إعلانية يدوية تستخدم هدف التفاعل. بعدين بيدخلني على الصفحة الأولى وهي صفحة الحملة الإعلانية. طيب في الصفحة الأولى أول حاجة بكتب هنا اسم الحملة الإعلانية بتاعتي، وليكن مثلا تسويق إلكتروني. بعدين باجي هنا في استراتيجية الميزانية، في ميزانية الحملة الإعلانية وفي ميزانية المجموعة الإعلانية. طيب انا بختار امتى ميزانية الحملة الاعلانية اللي فوق دي لما اكون انا عايز فيسبوك يتصرف بحرية ويوزع الميزانية على احسن مجموعة اعلانية. احسن مجموعة اعلانية معنى كده ان انا هعمل اكتر من مجموعة اعلانية. بالظبط كده، لو انا هعمل اكتر من مجموعة اعلانية بحيث ان انا هختبر اكتر من جمهور، فبالتالي هنا بختار ميزانية الحملة الإعلانية، لأن فيسبوك هنا بيجيب لي نتائج أسرع وأرخص لو أنا عامل أكتر من مجموعة. لو أنا بجرب أو عندي كذا جمهور ومش عارف أي واحد أحسن، فبسلم فيسبوك هنا التحكم وهو يعمل الشغل ويختار الأفضل تلقائي. إنما في حالتي أنا هنا، لأن أنا هعمل مجموعة إعلانية واحدة يعني إعلان واحد هنا، فأنا هنا بحدد ميزانية ثابتة للجمهور ومش عايز فيسبوك يدي فلوس أكتر لجمهور على حساب التاني، فبالتالي هنا بختار ميزانية المجموعة الإعلانية. طيب هنا بيقول لي مشاركة جزء من ميزانيتك مع المجموعات الإعلانية الأخرى. طبعا هنا بلغي التحديد ده وبضغط هنا على التالي. هنيجي هنا بقى نسمي المجموعة الإعلانية بتاعتنا، وليكن برضو هنسميها هنا تسويق. هنيجي بقى هنا على موقع التحويل، دي الأهداف بتاعة حملة التفاعل، فأنا بختار منها الهدف بتاعي اللي هو وجهات الرسائل. بعد ما نختار الصفحة بتاعتنا هنلاقي هنا في تحديث جديد ظهر في وجهات الرسائل هنا، اللي هي الوجهة التلقائية بتاعة الرسائل. هنا بيقول لك سنرسل الأشخاص إلى تطبيق المراسلة الذي يتفاعلون فيه بشكل أكبر ونقلل تكاليف الأداء. طيب تعال أفهمك النقطة دي. إحنا كده عندنا حاجتين، الوجهة التلقائية والوجهة اليدوية. الوجهة اليدوية دي لو ضغطت عليها كده هيقول لي حدد المكان اللي أنت عايز تجيلك عليه رسائل من الحملة الإعلانية أو من الإعلان بتاعك ده، يا إما أنت عايز الناس تراسلك على الماسنجر أو الواتساب أو الانستجرام. طيب أنا بختار إيه؟ أنا بختار المكان اللي أنا هكون متواجد فيه دايما واللي أنا مركز فيه. إنما لو أنا عندي مودريتور قوي أو أنا برد في كل المنصات بشكل قوي، وده طبعا الأفضل، فأنا بختار التلاتة. طيب إيه الفرق بين اختياري التلاتة هنا وبين الوجهة التلقائية اللي هو التحديث الجديد بتاع الفيسبوك؟ التحديث الجديد ده بيقول لي إن الإعلان هيظهر فيه سند مسج لأي حد يدخل على الإعلان بتاعي لو هو مهتم أو المحادثات بتاعته في الغالب بتكون على الماسنجر، هيحوله على الماسنجر بشكل تلقائي. لو هو المحادثات بتاعته على الانستجرام أو هو بيفضل استخدام الانستجرام، فهيحوله بشكل تلقائي عندي على الانستجرام. وكذلك لو هو مهتم بالواتساب فهيحوله بشكل تلقائي على الواتساب، وده طبعا هيزود التفاعل بشكل أكبر وهيقلل تكاليف الأداء أو الإعلان بتاعك. فاحنا هنا هنختار مثلا الوجهة التلقائية، يبقى أنا هنا بختار الوجهة اليدوية في حالة إن أنا هكون متواجد في مكان واحد أو مكانين من الثلاثة دول.
هننزل تحت على هدف الأداء، هنسيبها زي ما هي، زيادة عدد المحادثات إلى أقصى حد. بعدين هننزل في أهم موضوع في الحملة بتاعتنا، وهو الميزانية والجدول الزمني. هنا عندنا نوعين من الميزانية، في ميزانية اليومية وفي ميزانية الحملة كلها أو الميزانية الإجمالية. أنا بختار ده إمتى وبختار ده إمتى، وإيه الفرق بينهم؟ أقول لك. بالنسبة للميزانية اليومية، أنا هنا هختارها لو أنا هسيب الحملة بتاعتي شغالة بشكل مستمر، يعني أنا عامل حملة لمنتج أو خدمة ما ومش عايز أحدد لها تاريخ انتهاء، فأنا هنا بقول للفيسبوك إن أنا هشتغل على طول، وده طبعا نوع أفضل من نوع ميزانية الحملة كلها لو أنا هشتغل بشكل مستمر. ففي الحالة دي أنا بكتب له هنا الميزانية اليومية اللي أنا عايزها، وليكن 500 جنيه مثلا، وبسيبها مفتوحة. طيب لو أنا اخترت الميزانية اليومية أقدر أحدد لها تاريخ انتهاء؟ أقدر أحدد لها تاريخ انتهاء، فبضغط هنا على تغيير تاريخ الانتهاء وأحدد اليوم اللي أنا هنهي فيه الميزانية بتاعتي. في حالة الميزانية اليومية فيسبوك بيصرف إزاي؟ فيسبوك هنا بيصرف في اليوم الواحد 500 جنيه، فهو كده في خلال المدة اللي انت هتعمل فيها الإعلان بتاعك هيصرف يوميا 500 جنيه، ممكن يزود شوية أو يقلل شوية، بس في مجمل الحملة هيبقى المتوسط بتاعك في اليوم 500 جنيه، وبالتالي في خلال أسبوع انت هتصرف 3500 جنيه. ده بالنسبة لحالة الميزانية الواحدة. طب امتى بستخدم ميزانية الحملة كلها؟ بستخدم ميزانية الحملة كلها لما يكون أنا عامل عرض معين لفترة محدودة، عرض خاص. لو انا عندي ميزانية توتال، ميزانية انا محدده ومش عايز اصرف اكتر منه، فهنا بختار ميزانية الحملة كلها، وطبعا بلاقيه اجباري هنا عامل لي تاريخ بدء للحملة وتاريخ انتهاء، وبكتب هنا المبلغ اللي انا عايز اصرفه. هنا فيسبوك هيصرف ازاي؟ فيسبوك هنا هيصرف، ممكن يصرف يوم 200، يوم 300، يوم 400، وهكذا على حسب النتائج بتاعة الإعلان. لو لقى إن الإعلان هيجيب نتائج أفضل في يوم ما فهتلاقيه بيصرف ميزانية أكبر، والعكس. إنما في مجمل الحملة، يعني في تاريخ الحملة كله في نهايته، هتلاقيه إن هو صرف المبلغ اللي أنت حطيته له هنا في ميزانية الحملة كلها. هنرجع مثلا كده للميزانية اليومية. طيب إيه موضوع جدولة الميزانية هنا؟ جدولة الميزانية ده طبعا ده بيشتغل في حالة الميزانية اليومية. هنا أنا بقول للفيسبوك إن الفترة الزمنية اللي أنا هحددها لك دي، يعني تاريخ البدء كذا وتاريخ الانتهاء كذا، عايزك تزود لي الميزانية اليومية بنسبة كذا. طب دي ميزتها إيه أو الهدف منها إيه؟ دي الهدف منها إن أنا لما أكون عايز أعمل سكيل للحملة بتاعتي، طبعا إحنا ما ينفعش والحملة هي شغالة أدخل على الإعلان بتاعي وأزود الميزانية، لأن هنا أنا كده برجع الإعلان من أول وجديد وبيدخل مرحلة تعلم من أول وجديد. طب أنا لو لقيت الإعلان بتاعي شغال كويس، عايز أعمل سكيل للميزانية، عايز أزود الميزانية، بس طبعا مش هينفع أزودها والإعلان شغال، ومش هينفع أوقف الإعلان وأعمل إعلان جديد وأزود الميزانية، لأن في الحالة دي أنا مش ضامن النتائج بتاعة الإعلان إن هي تكون بنفس النتيجة اللي هي شغالة معايا. ففي الحالة دي أنا بعمل إيه؟ في الحالة دي أنا بحدد جدولة زيادة الميزانية، وبختار مثلا تاريخ البدء والانتهاء للوقت اللي أنا عايز أزود فيه، وأقول له زود لي الميزانية اليومية بقيمة مبلغ كذا، وأحط له المبلغ ده هنا. وطبعا أقدر أضيف فترة زمنية أخرى، يعني أنا لو ضغطت على فترة زمنية أخرى، إضافة فترة زمنية أخرى، وليكن مثلا أنا عايز أزود الميزانية بتاعتي مثلا بعد أسبوع أخلي الميزانية تزيد بنسبة 25%، بعد أسبوعين أخليها تزيد بنسبة 50%، وهكذا. فهنا أقدر أحدد فترات زمنية وأعمل سكيل للحملة بتاعتي وهي شغالة. طيب ده بالنسبة لجدولة زيادة الميزانية، والميزة دي طبعا مش هتلاقيها غير في الميزانية اليومية، لأن في الميزانية اليومية أنت محدد له مبلغ ثابت بيصرفه كل يوم، فبالتالي أنت تقدر تتحكم في زيادة المبلغ ده. لو أنا مش عايز أزود مبلغ معين هنا، يعني أنا عايز أقول له زود لي نسبة، مش عايز أكتب مبلغ، ففي الحالة دي أنا بضغط على زيادة الميزانية اليومية بقيمة كذا، واختار زيادة الميزانية اليومية بنسبة مئوية،
وطبعا هنا بكتب له اذا كنت انا هزودها 25% ولا 30% ولا هكذا، وبختار له تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. الافضل ايه؟ الافضل هنا ان انا بزود يعني بحد اقصى 25% بعد اول اسبوع و50% بعد تاني اسبوع. ما جيش يكون الميزانية اليومية بتاعتي مثلا انا محددها وليكن 500 جنيه وانزل تحت ازودها 100%، يعني الاسبوع التاني الاقيها 1000 جنيه. لا طبعا كده انت بتلخبط الخوارزميات بتاعة الفيسبوك، فاحنا بنزود بشكل تدريجي. ده بالنسبة لجدول الزيادات الميزانية، دي الميزة اللي انا بلاقيها في حالة ان انا بستخدم الميزانية اليومية. طيب لو انا استخدمت الميزانية الحملة كلها، بلاقي هنا عندي برضو ميزة اسمها جدولة عرض الاعلان. يعني ايه جدولة عرض الاعلان؟ جدولة عرض الاعلان يعني انا عايز الاعلان يشتغل في ساعات معينة من اليوم. لو انا مثلا فاتح مطعم وعايز الاعلان بتاعي يظهر في وقت الغداء ووقت العشاء، ففي الحالة دي انا بحدد ساعات معينة من اليوم بالطريقة دي. مثلا يوم الاثنين انا عايزه يشتغل من الساعة 3 للساعة 6، يوم الثلاثة انا عايزه يشتغل من الساعة 9 صباحا للساعة 3 مساء، يوم الاربعاء انا عايزه يشتغل من الساعة 6 للساعة 9، وهكذا. انا هنا بحدد للفيسبوك بقول له شغل لي الاعلان في الوقت ده، لان انا فاتح مطعم ومش عايز الاعلان يظهر للجمهور بتاعي في اوقات غير الغداء والعشاء مثلا. لو انا الجمهور بتاعي بيبقى اونلاين بالليل، فانا هحدد هنا ان الاعلان بتاعي يشتغل بالليل. دي اسمها جدولة عرض الاعلان. امتى استخدم الميزانية اليومية وامتى استخدم ميزانية الحملة كلها. وطبعا مفيش حاجة افضل من التانية بشكل مطلق. بناء على نشاطك التجاري انت بتقدر تحدد هتستخدم اي نوع من انواع الميزانية. المهم ان انت تبقى عارف ميزانية الحملة كلها معناها ايه والميزانية اليومية معناها ايه. طيب بعد ما خلصنا الخطوة بتاعة الميزانية، بننزل تحت هنا على الجمهور دي من الخطوات المهمة جدا في الاد سيت بتاعتنا او في المجموعة الاعلانية بتاعتنا. هلاقي ان في التحديث الجديد هنا بيقول لي ان جمهور ادفانتج قيد التشغيل. لو انا مش عارف استهدف مين في الاعلان بتاعي ولسه ما عنديش خبرة وما اقدرش اكتب انا هستهدف مين بالظبط، ففي الحالة دي انا بسيب جمهور ادفانتج قيد التشغيل. طيب خلينا ننزل على اول نقطة في الجمهور بتاعنا وهي المواقع. لو انا هختار دول، يعني هختار مثلا الاعلان بتاعي يكون في مصر مثلا والسعودية والاردن، يعني اكتر من دولة، ففي الحالة دي انا بقول لك وده بواقع تجربتي الشخصية ما تختارش اكتر من دولة في اعلان واحد. فانت هتختار مثلا هنا دولة مصر وتيجي تعمل اعلان تاني وتختار مثلا الاردن. ليه بقى؟ لان هنا اسعار العملات بتختلف ما بين الدول، فبالتالي التكاليف هتبقى مختلفة. فانت عشان ما تلخبطش الخوارزميات بتاعة الفيسبوك، فانت تشتغل على كل دولة في اعلان لوحدها. فليكن مثلا لو انا عايز اختار مصر في حالة ان انا بقدم مثلا شحن للمنتج بتاعي في خلال مصر كلها، وده طبعا بيفضل، يعني من الافضل ان انا اختار دولة كاملة. لو انا المنتج بتاعي اللي انا بشحنه في المدن بتاعة مصر بس، يعني الاماكن الصحراوية او الارياف مش بقدم شحن فيها او ما بيشتغلش فيها المنتج بتاعي، ففي الحالة دي عشان انا مظهرش الاعلان بتاعي في اماكن واصرف فلوس على الفاضي، بضغط هنا على الثلاث نقط اللي قدام مصر وبختار هنا تضمين المدن فقط. ولو العكس فبختار استبعاد المدن. لو انا عايز اسيب الاعلان يشتغل على مصر كلها، كل الأماكن الموجودة في مصر، فبختار هنا تضمين كل المناطق، يعني بسيبها زي ما هي. طيب لو أنا عايز أختار محافظة معينة مثلا وليكن محافظة الإسكندرية، فأنا بضغط هنا على الإسكندرية ألكسندريا جفرنيت، بس بختار مدينة مش بختار ولاية، لأن هنا طبعا إحنا في مصر مثلا بنظام المدينة. دي الطريقة الصح اللي أنا بختار بيها المحافظة بتاعتي. طيب لو انا عايز اختار اكتر من محافظة، بكتب المحافظة التانية عادي. يعني لو انا هقدم شحن مثلا في 3-4 محافظات، فبكتب مثلا القاهرة وبختار الكاريو جفرنيت هنا مدينة. ده لو انا عايز اختار اكتر من محافظة. طب لو انا بعمل اعلان لمحل والمحل ضيق في مكان معين وانا مش بقدم شحن، سواء كان مكتب او محل او غيره،
فانا عايز الناس هي اللي تجيلي. في الحالة دي انا بختار المكان بتاعي، يا اما بكتب المكان هنا او بفلت دبوس واحط الدبوس على المكان بتاعي واوسع القطر بتاع الدائرة بتاعتي شوية زي ما انا عايز. فبنختار هنا مثلا الشيخ زايد، لو المحل بتاعي ده في الشيخ زايد فباجي اختار هنا واحذف هنا عندي الاسكندرية، وبختار بالظبط المكان اللي انا عايزه. يعني انا ممكن اوسع كده واختار المكان اللي انا عايزه هنا، وليكن المكان اللي عليه الدبوس دي، وبعدين بحدد هنا ان انا ازود حوالين المكان بتاعي وليكن مثلا 8، ما ازودش عن 8 او 10 كيلو متر. ما ينفعش ان انا احدد اماكن كتير جدا، يعني ما ينفعش ان انا احدد له الشيخ زايد واحدد له مثلا التجمع، واجي هنا تحت احدد له الجيزه، واطلع فوق احدد له مثلا شبرا الخيمه، وانزل تحت مش عارف احدد له ايه. كده انا بلخبط الخوارزميه بتاعت الفيسبوك. فانا باجي في المكان المنتصف اللي فيه المكان بتاعي، في المركز بتاع المكان بتاعي، واوسع القطر بتاع الدائرة بتاعتي. ده افضل استهداف انا ممكن اعمله لو انا هحدد مكان معين ومش هقدم شحن. طيب ده بالنسبة للموقع بتاعي. بعد ما اختار الموقع بتاعي فخلينا هنا مثلا احنا نختار القاهرة. طيب بعد ما اختار الموقع بتاعي بنزل تحت، هلاقي في التحديث الجديد هنا في نقطة بيقول لي الوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين من المرجح أن يستجيبوا لإعلانك. لو أنا ضغطت عليها كده معناها إيه؟ معناها إن هو بيقول لي إن هو هيجيب لي ناس مهتمين بالمنتج بتاعي أو الخدمة بتاعتي، بس مش لازم يكونوا في نفس المدن والمناطق اللي أنا محددها له في الموقع بتاعي. يعني أنا مثلا هنا محدد له محافظة القاهرة، ممكن يلاقي ناس مهتمة جدا وهتكلمني من محافظة الشرقية هيخليها تكلمني، أو من محافظة الجيزة وهيخليها تدخل تكلمني. فهنا هو عايز يقلل نسبة التكلفة بتاعتي، بس هيجيب لي ناس من بره المكان اللي أنا فيه. فلو أنا أقدر أقدم شحن خارج المحافظة بتاعتي فأنا بسيب دي مفتوحة زي ما هي كده عشان يجيب لي نتائج أفضل. طيب أنا مش عايز أشتغل غير في المحافظة بتاعتي، فأنا هنا بلغيها بالطريقة دي. طبعا انا لو لغيتها هنا هو بيقول لي اهو سنعرض ايضا الاعلانات على الاشخاص المهتمين بالمدن والمناطق التي حددتها على سبيل المثال انهم مهتمون بالسفر لهذه المواقع. وفي الاخر هنا بيقول لي ايه؟ في 6 و7% تكلفة اقل لكل نتيجة في حالة ان انا بطبق الوصول الى المزيد من الاشخاص. يعني انا لو دوست له على تطبيق عشان اخد ال6 و7% تكلفة، هلاقيه رجع حدد لي هنا تاني الوصول الى المزيد من الاشخاص. طيب كده احنا خلصنا الموقع وازاي نختار الموقع بتاعنا بشكل صحيح. هننزل تحت على النقطة اللي بعدها، هلاقي ان في التحديث الجديد برضو، طبعا ده تحديث من ضمن التحديثات اللي فيسبوك ينزلها، وهي تضمين حالات واتساب الذين لم يتم التعرف على اعمارهم. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لما يكون جمهورك اصلا بيستخدم واتساب بشكل كبير وبيعتمد عليه في التواصل، خصوصا طبعا لو انت بتبيع منتجات سريعة او عروض يومية، لان الناس بتتفاعل مع الحالات اسرع وبتتسحب للرسائل بسهولة. ده بيزود فرصة ان هم يدخلوا معاك في محادثة اسرع. فانا شخصيا شايف ان التحديث ده مهم جدا وانا لازم اختاره في حالة ان الاعلان بتاعي يكون مناسب لحالة الواتساب. يعني انا لو عامل الاعلان بتاعي بشكل طولي وهيتعرض بشكل كويس على واتساب، فانا بسيب الميزة دي شغالة، يعني بعلم هنا صح على تضمين الاشخاص على واتساب. بالتالي الاعلان بتاعي هيظهر في حالة الواتساب عند الناس المهتمين. طبعا مش كل الناس بتقف تقراها، انما لو هدفك الاساسي التفاعل على فيسبوك وانستجرام مش الرسائل، ساعتها ممكن تضمين حالات الواتساب مش هيضيف لك قيمة كبيرة. بس انا شخصيا بنصح ان انت تسيبها لانه تحديث جديد وهيقلل معاك التكلفة وهيجيب نتائج افضل. لان على فكرة واتساب هي المنصة الاولى في مصر والوطن العربي، يعني تقريبا مفيش شخص ما عندوش واتساب، كل الناس بتستخدم واتساب. فبالتالي الاعلان بتاعي لو ظهر في حالات واتساب لناس مهتمة هيكون سهل ان هم يتواصلوا معايا بالضغط على الحالة دي، هيدخلوا على الرسائل عندي على الواتساب. يعني لو انا مختار عندي فوق ان الرسائل تجيني هنا على واتساب او على الثلاثة مع بعض، فانا بسيب تضمين حالة واتساب مفتوحة. هننزل تحت بعدين على النقطة المهمة جدا عندي في الاستهداف او في المجموعة الاعلانية، وهي الاستهداف التفصيلي. هلاقي هنا في اقتراح جمهور، هنضغط على عرض الاعدادات،
هلاقي ان هنا بيقول لي دخل الجمهور اللي انت عايزه زي ما انت عايز. طبعا انا سايب هنا ادفانتج شغالة، فانا بضغط هنا اول حاجة بختار العمر بتاع الجمهور بتاعي، وليكن مثلا انا عايز الجمهور بتاعي يكون سنه من 20 لحد 50 مثلا. بعدين باجي هنا للجنس بتاعي، طبعا ده كله بيكون بناء على المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها، هل الخدمة دي للرجال ولا للنساء ولا للاتنين مع بعض. فانا هسيب هنا الجنس اللي هو الكل، وباجي هنا على اهم حاجة عندي وهي الاستهداف التفصيلي. الاستهداف التفصيلي هنا انا طالما استخدمت ادفانتج، يعني طالما انا هستخدم جمهور ادفانتج هنا في الحالة دي انا ما ينفعش اكتب غير استهداف تفصيلي واحد. انا ينفع اكتب عادي بس بناء على تجربتي الشخصية انا بقول لك هنا اكتب استهداف تفصيلي واحد. يعني مثلا انا هكتب له هنا التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، واقول للفيسبوك انت بقى بناء على الاستهداف اللي انا كاتبه لك دي شغل ميزة ادفانتج وهات لي ناس حوالين الاستهداف دي. في نقطة مهمة جدا انا عايز اقول لك عليها، لو انت بتبيع منتجات اونلاين ففي الحالة دي بنختار حاجة في السلوكيات بتاعة العميل اسمها المتسوقون المتفاعلون او اونلاين شوبينج. انا عايز اقول لك ان انت ما ينفعش تكتبها هنا في الاستهداف دي، لو كتبت هنا مثلا المتسوقون المتفاعلون واخترت السلوكيات المتسوقون المتفاعلون، انا كده بقول له ايه؟ انا كده بقول للفيسبوك هات لي كل المتسوقون المتفاعلون الموجودين على منصة الفيسبوك، بس ما حددتلوش بشرط ان هم يكونوا متفاعلين في ايه او مهتمين بايه. فالافضل ان انا بكتبها تحت في تحديد المركز هنا، يعني بضغط هنا على تحديد المركز واختار المتسوقون المتفاعلون، وممكن برضو اختار اونلاين شوبينج. انا بختار كده ليه اونلاين شوبينج؟ طب انا بختار كده ليه؟ انا بختار كده لان ناس كتير جدا بتعمل هذا النوع من الاعلانات اللي هو حملة التفاعل بهدف الرسائل، وبتشتكي ان بيجيلها رسائل كتير جدا بس مفيش مبيعات. العميل بيدخل، العميل بيكون فضولي، هو عايز يسأل ويستفسر بس للأسف مش عايز يشتري. فأنا لما أحدد إن سلوك العميل بتاعي يكون المتسوقون المتفاعلون أو أونلاين شوبينج، أنا في الحالة دي هوصل للعميل اللي هو بيشتري فعلا. بس زي ما قلت لك لازم تحطها في تحديد المركز، يعني تحت يجب أيضا أن يطابق وتحط له البيانات دي أو السلوكيات دي. ليه؟ لأن أنا كده بقول للفيسبوك هات لي الناس المهتمة بالسوشيال ميديا ماركتينج بس يكونوا متفاعلين او اونلاين شوبينج. يعني انا بحدد الاثنين في وقت واحد، يعني انا بقوله ده سلوك العميل بشرط ان هو يكون مهتم بكذا. طبعا في الاستهداف التفصيلي احنا زمان كنا بنكتب استهدافات كتير جدا، انما بعد التحديثات الاخيرة طبعا والادفانتج والكلام ده، فانا هنا لازم بكتب استهداف واحد بس. ولو انا هقفل الادفانتج بكتب استهدافين او 3 استهدافات لو انا عايز استهدف بشكل يدوي. طيب بعد ما خلصنا مرحلة الاستهداف التفصيلي هنلاقي هنا حاجة تحت اسمها المواضع. المواضع دي مهمة جدا جدا ويا ريت محدش يهملها. دي المكان اللي بيظهر فيه اعلاني او الاماكن اللي انا بحدد للفيسبوك ان هو يظهر فيها اعلاني. طبعا انا هلاقيها هنا شغالة ادفانتج. احنا طبعا هنا اخترنا تضمين حالة واتساب، لو احنا عايزين نقفلها بنقفل بنضغط على اكس هنا. طيب لو جينا هنا على مواضع ادفانتج وضغطنا عليها بالطريقة دي هلاقي ان هو بيقول لي هو مستخدم هنا ادفانتج، يعني هو بشكل تلقائي هيظهر الاعلان بتاعك في الاماكن اللي هو شايف ان هي هتجيب لك اقصى استفادة من الميزانية بتاعتك. طب لو انا عايز احدد المواضع اليدوية، وده اللي انا بعمله شخصيا وانت ليك طبعا مطلق الحرية، بنضغط هنا على المواضع اليدوية هلاقي هنا بيقول لي المنصات اللي بيظهر فيها الاعلان بتاعي. يعني هو بيقول لي ان هو بيظهره في فيسبوك وانستجرام واوديس نتورك وماسنجر وواتساب. فانا شخصيا بقفل هنا الاودينس نتورك
وبقفل الماسنجر، لان الماسنجر هنا مش معناها ان هو بيبعت رسائل للناس على الماسنجر، لا، في اعلانات كده بتجيلك لما تفتح الماسنجر من فوق بتلاقيها ظاهرة، فهو بيظهر الاعلانات في المكان ده، فانا شايف ان هي مش مفيدة، فانا بسيب الفيسبوك والانستجرام والواتساب. طيب اجي هنا برضو احدد له الاماكن، يعني بالنسبة للفيسبوك مثلا او الانستجرام انا بحدد يظهر فين في الفيسبوك والانستجرام. يعني هنا مثلا موجز الفيسبوك ماشي، موجز الملف الشخصي على الفيسبوك ماشي، موجز الانستجرام، موجز الملف الشخصي على الانستجرام. الفيسبوك ماركت بليس لو انا مش بقدم منتج فمن الافضل ان انا بقفلها هنا. ليه؟ لان طبعا الماركت بليس الناس بتبحث فيه عن المنتجات، يعني هنا انا بختار الاماكن اللي يظهر فيها الاعلان بتاعي على الفيسبوك والانستجرام والواتساب بناء على نوع المنتج بتاعي اللي انا ببيعه او الخدمة اللي انا بقدمها. هنيجي هنا برضو للقصص والحالة والريس، فبختار زي ما انا عايز طبعا الاماكن اللي انا عايزها. طب انا بستخدم المواضع اليدوية ليه ما بسيبش الادفانتج؟ لان انا الاعلان بتاعي ممكن يكون مثلا شكله عرضي، ففي الحالة دي الاعلان بتاعي مش هينفع يظهر مثلا في الريز او في حالة واتساب، او هيظهر بس مش هيبقى شكله كويس، ففي الحالة دي انا بختار الاماكن المناسبة اللي يظهر فيها الاعلان بتاعي. وانا طبعا زي ما قلت لك ليك مطلق الحرية ان انت تسيب الفيسبوك هو اللي يختار المكان اللي يظهر فيه الاعلان بتاعك، او ان انت تختار الاماكن بنفسك. وانا طبعا اهم حاجة يكون ان انا وضحت لك بشكل صحيح ازاي تختار الاماكن اللي هيظهر فيها الاعلان بتاعك. طيب هنيجي نضغط كده على التالي بعد ما خلصنا المجموعة الاعلانية بتاعتنا واعدادات الاد ست بتاعتنا، وهنيجي للمرحلة الثالثة والاخيرة وهي مرحلة الاعلان بتاعنا. هنا طبعا بنكتب اسم الاعلان بتاعنا، وليكن مثلا تسويق واحد مثلا. فهننزل تحت هنا هنلاقي ان هو بيقول لي اعداد الاعلان. اعداد الاعلان دي فيها حاجتين، فيها انشاء اعلان وفيها ترويج المنشور. في الاول كان بيقول لي يا اما انشاء اعلان يا اما استخدام منشور حالي، هي طبعا الاتنين واحد. انشاء اعلان دي في حالة ان انا عايز استخدم بوست جديد او اعلان جديد انا هنشئه من هنا، يعني مش موجود عندي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. انما ترويج منشور دي معناها ان انا هختار منشور من الصفحة بتاعتي هو بالفعل موجود على الصفحة بتاعتي. طب ايه هي المميزات بتاعت دي وايه هي المميزات بتاعت دي، وانا استخدم كل واحدة امتى؟ بالنسبة لانشاء اعلان الاول واللي احنا بنسميها دارك اد او الاعلان المظلم، البوست بتاعنا هنا بيبقى دارك بوست، يعني البوست المظلم. يعني ايه؟ يعني الاعلان بيكون شغال والاعلان بيروح للناس اللي انا محددها في الاستهداف التفصيلي بتاعي، او بيروح في الاماكن اللي انا محددها في الموقع بتاعي في الاستهداف، انما مش بيظهر على الصفحة بتاعتي. يعني انت لو دخلت على الصفحة بتاعتي مش هتلاقي الاعلان ده موجود. فبالتالي هنا انا بستخدم دي لو انا مش عايز المنافسين بتوعي يدخلوا على الصفحة ويشوفوا الاعلان او يكتبوا كومنت او الكلام ده كله على الاعلان بتاعي، وعايز اخليه يظهر بس للناس اللي انا مستهدفها. ففي الحالة دي انا بضغط على انشاء اعلان. ايه الميزة التانية لانشاء اعلان؟ الميزة التانية والمهمة جدا ان انا لو لسه منتج جديد هعمل له اعلان وعايز اجرب اكتر من حاجة، عايز اجرب صورة، عايز اجرب ديزاين، عايز اجرب فيديو للاعلان بتاعي، عايز اغير الكابشن اكتر من مرة، ففي الحالة دي انا بختار انشاء اعلان عشان اشوف الفيسبوك هو هيقول لي ايه هو الاعلان الافضل او اللي ماشي بشكل كويس. في الحالة دي طبعا انا هنا بختار إضافة وسائط، فبختار الإعلان بتاعي إذا كان صورة أو فيديو. بعد ما أضغط مثلا وليكن على صورة بختار الصورة بتاعتي من هنا، ولو هي مش موجودة في مدير الإعلانات بتاعي فبضغط على تحميل وأحملها طبعا من الجهاز بتاعي. وبعد ما أحمل الصورة بتاعتي بكتب له هنا تحت طبعا النص بتاع الإعلان بتاعي، وهنا الكول تو أكشن اللي هو الدعوة لاتخاذ إجراء، وده مهم جدا جدا جدا. يعني أنا لو هعمل إعلان عن كورس مثلا فبخلي مثلا الكول تو أكشن بتاعي تسجيل.
لو انا بعمل عن اشتراك في مناسبة معينة او اشتراك في عرض معين، فبسيب فبخلي الكول تو اكشن بتاعي اشتراك. كول تو اكشن ده زي زرار بيبقى ظاهر تحت. يعني خلينا مثلا نيجي نختار كده اي صورة من عندنا هنا، وليكن الصورة دي، وبنضغط على التالي والتالي، واشغل طبعا التحسينات بتاعتي هنا واضغط على تم. كده انا حطيت له صورة في الاعلان بتاعي. انا كده ضفت الصورة بتاعتي. وفي نقطة مهمة صح هنا عايز اقول لك عليها، اللي هي تنسيق دوار. انا بختارها امتى؟ لو انا عندي عدد صور كبير وعايز اخليه يعمل زي تدوير ما بين الصور ما بينها وما بين بعض. اعلانات عن معلنين متعددين دي طبعا انا بلغيها هنا، لان انا مش عايز الاعلان بتاعي يظهر مع اعلانات المعلنين التانيين او المنافسين. طيب بص، لو لاحظت هنا تحت هتلاقي ارسال رسالة، ده الكول تو اكشن اللي انا بقول لك عليه، او زر اتخاذ الاجراء. فانا هنا بغيره طبعا، ممكن اخليه وليكن مثلا تسجيل مثلا. هلاقي ان الزرار اهو اتغير معايا تحت هنا تسجيل. الجملة اللي على اليمين هنا اللي انا بكتبها وليكن مثلا هلاقيها هنا في العنوان، وليكن مثلا انا عايز اقول للعميل سجل الآن. ده اسمه العنوان بتاع الزر بتاع الكول تو اكشن. يبقى انا بكتب هنا العنوان على اليمين وهنا الكول تو اكشن على الشمال. طيب انا اقدر برضو اعمل اعلان تاني فيديو. يعني انا ممكن اضغط على تكرار الاعلان واعمل اعلان تاني او نسخة تانية، بس اختار ان النسخة التانية دي تكون فيديو مثلا. يبقى احنا كده عرفنا في حالة ان احنا نعمل انشاء اعلان جديد او ان احنا هنعمل دارك اد، احنا نعمل كده ازاي، وازاي نعمل اكتر من اعلان عشان نقدر نختبر الاعلانات بتاعتنا ونشوف ايه هو اللي هيجيب نتائج افضل، الصورة ولا الفيديو. طيب لو انا عايز اختار بوست من الصفحة بتاعتي، يعني بوست موجود بالفعل على الصفحة بتاعتي، فباجي هنا اضغط على انشاء اعلان وبختار ترويج المنشور. طبعا اول ما بختار ترويج المنشور فبلاقيه هنا بيقول لي تحديد منشور، فبضغط هنا على تحديد منشور واختار طبعا المنشور بتاعي اللي انا عايز اموله من الصفحة بتاعتي، وليكن بختار اي منشور هنا مثلا واضغط على متابعة. وبكده يبقى احنا فهمنا ايه الفرق بين انشاء اعلان وبين ترويج المنشور. وبنزل تحت هنا بلاقي الحاجة الاخيرة معايا وهي قواعد الرد التلقائي. قواعد الرد التلقائي بلاقي ان هنا انا اقدر احط في الاعلان بتاعي للعميل لما يدخل عندي اسئلة وردود، بحيث ان هو يدخل على السؤال او يضغط على السؤال يظهر له الرد اللي انا محدده له. فهنا بلاقي هنا في قالب مقترح، انا ممكن اضغط عليه تعديل طبعا بكل سهولة هنا، وبدخل الاقي الاسئلة بتاعتي. يعني هنا النص بتاع الرسالة الترحيبية بلاقي اللي هو مرحبا وسهلا اسم العميل، يرجى اخبارنا بالطريقة التي يمكننا مساعدتك بها. وبتيجي هنا في الاسئلة المتكررة تحط الاسئلة اللي انت عايزها. يعني مثلا لو انت بتبيع منتج معين وعايز تحط للعميل سؤال، هل مثلا يمكنني التعرف على سعر المنتج؟ وأجي هنا في الإجابة أكتب مثلا سعر القطعة مثلا 60 جنيه والقطعتين 100 جنيه مثلا. فأنا لو بصيت من الناحية التانية في العرض بتاعي هلاقي إن السؤال ظهر أهو، هل يمكنني التعرف على سعر المنتج؟ ولو العميل ضغط على السؤال ده هتظهر له الإجابة بتاعتي. طبعا هنا أنا أقدر أحط أكتر من سؤال لحد 5 أسئلة هنا. يعني أنا بعد ما أخلص ال3 أسئلة بضغط هنا على إضافة سؤال، بلاقيه هنا بيجيب لي سؤال رابع أهو، بحط السؤال والإجابة بتاعتي. يبقى كده احنا بالطريقة دي عرفنا نعمل رد تلقائي في الحملة الإعلانية بتاعتنا. طبعا بعدين بضغط على حفظ هنا عشان القالب بتاعي يتحفظ وأقدر أستخدمه في الإعلان بتاعي.
بس بكده يبقى احنا عملنا اعلان ممول ناجح من اول مرة على الفيسبوك بهدف الرسائل وبالطريقة دي انت هتعمل اعلان صح حتى لو انت اول مرة تدخل على مدير الاعلانات. بس النقطة المهمة جدا طبعا قبل ما تبدأ في الاعلان بتاعك او تعمل الكلام اللي انا شرحته لك ده كله، لازم بتدخل على الفوترة طبعا وعمليات الدفع من هنا، وتضيف الفيزا بتاعتك لو انت الحساب بتاعك حساب مديونية او دفع مقدما. ممكن برضو تدفع مبلغ من الفيزا او تاخد مبلغ من الفيزا تحطه في الحساب الاعلاني بتاعك، وتقدر برضو عن طريق فوري تحط مبلغ في الحساب الاعلاني بتاعك لو انت دفع مقدما عشان خاطر يبدأ يصرف. يعني انا لو عملت الاعلان ده كله بشكل كامل وما ضفتش طريقة الدفع بتاعتي او الفيزا بتاعتي او ضفت فلوس عن طريق فوري او غيره، ففي الحالة دي الاعلان بتاعي طبعا مش هيشتغل. فمجرد ما اضغط هنا على نشر، الاعلان بتاعي بيبدأ يتراجع، وفي خلال ساعة او ساعات هلاقي ان الاعلان بتاعي بدأ ينتشر ويشتغل بشكل كويس وتبدأ تجيلي رسائل منه. يا رب يكون قدرت أوصل المعلومة بشكل صحيح وما بخلتش عليكم بأي معلومة أنا أعرفها. لو أنت عندك أي سؤال أو أي استفسار أنت ممكن تكتبه لي تحت في الكومنت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.